الخربة هذيك. الشيء الثاني الأهم أن الطبقة الشغيلة والاتحاد التونسي للشغل يعني يعيش ويسترجع قوته، وإحنا دخلنا على خاطر تعلقنا بمبادئ الطبقة الشغيلة ودفاعا عنها وعن إضراباتها. راها اليوم معناها في الوقت هذاك معناها الدافع على الديمقراطية والحريات والاستقلالية متاعها. يعني بالنسبة لنا احنا حياة جديدة، يعني حياة كبيرة جد دبت فينا واعطتنا أمل كبير ياسر. شيئا فشيئا إلى أن الاتحاد أصبح في واقع الأمر رابطة أو تجمع لمختلف تيارات المعارضة، وهذا يفسر المناوئة أو المناورات اللي خرجت أو صدرت من الحزب، من إدارة الحزب في هذه الفترة. ماذا حصل في هذه الفترة؟ يعني لا ننسى أنه منذ بداية السبعينات الجامعة أصبحت تقريبا كليا في يد الفصائل اليسارية، وعندما نقول الجامعة نقول يعني المتخرجون في المستقبل من رجال تعليم ومن موظفين وإلى ذلك وغير ذلك. هؤلاء بعد يعني الخروج من الجامعة أين سيجدون متنفس للنشاط؟ الفضاء الوحيد للنشاط كان هو الاتحاد العام التونسي للشغل، لأن البلاد كانت تعيش حالة من حكم الحزب الواحد، يعني نظام الحزب الواحد. لم تكن هناك تعددية سياسية، هناك حركة سرية، ولكن الحركة السرية مهما يكون حجمها لا تستطيع أن تجمع عدد كبير من الناس، لأن مبدأها هو السرية. وزيد على هذا بطبيعة الحال مسألة الفوت، تكوين نقابة مستقلة ومناورة وقعت بين الصياح وبين المرحوم شو اسمه الدشراوي، ومنظمة نقابية فهمتني. ولا يظهر لي حتى وصلوا باش عملوا حتى القانون الأساسي نتاعهم، منظمة موجود القانون الأساسي نتاعهم. كل هالمناورات هذه خلتنا شوية في شوية الثقة اللي ارتكز عليها الوفاق وارتكز عليها التضامن والعمل معنا المشترك في نطاق سياسة تعاقدية، كل هذا اضمحل. ومن هذا بطبيعة الحال أزمت الأمور بعد ما واحد عبد الله الوردني فهمتني ولا تهدد الرئيس عاود اغتيال لعيب ماسوره. هذه ماشي حاجه بسيطه، وصارت في سوسه في اوتيل القصر. الواحد يقول اسمه حسن موسى، كان انسان معناها قائد تاع ميليشيا واتصاله معناها دائم مع الداخليه، في سكره خمريه حضر فيها هذا واحد عبد الله المبروك، عبد الله الورداني يقولوا كان بوكسور قبل، ومن المفارقات لانني من الحومه الشعبيه، حتى في اوقات كنت نترين معه في صاله كلها، حتى انت عارف حتى قبل انت عارف، حتى اللي وصلت انا قريت على روحي وصلت في مستوى لاباس به، وشديت المسؤوليه في الاتحاد الجوي، وهو كان وقت هذاك فلاق، لانه هو اللي قتل صلاح بن يوسف. باش تبدوا تعرفوا هذا السيد هذايا وقتاش قتله، وقت اي نقره في بولونيا. شوف المفارقات العجيبه، اي نقره في بولونيا في بقعه يقول لها اوتش، وهو جاو مع زرق العيون على اساس كونه باش يعملوا بوكس، باش يلعبوا البوكس، وهو مش لعب بوكس حتى شيء. هما جاو خصيص لصالح بن يوسف، ليلتها انصرت في الراديو وقتلوا صالح بن يوسف. السيد هذايا توعد باش يقتل حليم عاشور. في الجلسه هذه كان فيها حاضر فيها واحد يقول سعد البلومي، لانه هذا عبد الله الورداني هربوه الحبس هما، لانه كان قعد برا كنا نقتلوه. عملت فوق الاخرت راها مش حبوا يحرقوا الشديره نتاع اوتيل القصر. قلت يدوس القطر لا مشيت وقت على دوفين، كانت قبل اسمها كان فيها اسمها دوفين، مشيت غادي نلقاهم نشوف القوه العماليه شجره قطنيه معناها قلعوها من جذورها وعملوا بها برا، سدوا عليها باش يدخلوا بحد. وصلت قطقم وخذيت الكلمه وبديت نخطب، بديت نوعي بالسي باش خلقت، لانه كنت هذاك في سوسه سير بوكينج كلها معبيه بالتوريست، انت شيء كبير شيء كبير. والحمد لله لطاف ربي سبحانه وتعالى ما عملوش العمل هذيك. لكن واش عملوا؟ حرقوا المناج. قبل كان ثمك المناج بتاع الساكر بتاع عبد الله الورداني كما في الصفاقس بتاع الجربي فهمني، حرقوه طرف طرف. وش فيه المناج؟ لانه فيه تصويره بتاع هذا عبد الله الورداني بورقيبه يقلد فيه وسام الجمهوريه لانه قتل صلاح بن يوسف، مش تعرفوا علاش. وبعديك حرقوا قهوه البلار. تعرف علاش قهوه البلار؟ لانه فيها واحد يقولوا قاسم قش اللي بعثوه باش يقتل احمد بن صالح في باريس.
هذا راهو برشا ناس ما تعرفوش، لازم تعرف حتى يعرفوا الحقيقه. اي نعم، هذا اللي كان مكلف باش يقتل حبيب بن صالح في باريس، قاسم قشقش اسمه، ورداني زاد كيف. حاجتين هي اللي ادت الى 26 جانفي، حاجتين كما قلت اللي هما في الاصل متعارضين متباعدين. شنو هما الحاجتين هذوما؟ الحاجه الاولى هي اللي خلاه يوقع بطبيعه الحال، يعني العمال هبوا للشوارع وخرجوا، مش خرجوا هكاك ما لقاو ما يعملوا ولا قالوا لهم برا اخرجوا، لان هما يعيشوا ظروف يعني اجتماعيه، ظروف معيشيه، غلاء معيشه، ظروف مهنيه سيئه جدا، سواء بالنسبه للجانب المعيشي، بالنسبه لقطاع الموظفين والعملاء، وخاصة يعني اللي كانوا في ظروف يعني تعبة برشا، خاصة يعني العمال، وخاصة في ذلك الوقت عمال قانون افريل 72، لانه قاعد يتسع. دونك ظروف العمل، ظروف المعيشة، غلاء المعيشة في الوقت اللي الاجور براتيكمون قاعدة يعني مجمدة، ما فماش حتى شيء من هذا القبيل. خلنا نعرف كيفاش باش تكبر المشكل داخل ابو اياد قيادي من فلسطين الله يرحمه، لان وطلب من سي الهادي باش نعملوا اجتماع في دار طاهر بالخوجه. شكون اجتماع؟ مش انا، طاهر بالخوجه والحبيب عاشور والهادي نويره، وهو في الاجتماع وصل باش يقول سي الهادي مستعد باش نجيب لك الفلوس 19 مليار اللي انت حاجتك بهم نجيبهم لك وما تعملش مشكل، لان ليس عندنا باش توقع مشكل في تونس، لان احنا كمنظمه فلسطينيه لقينا راحتنا في تونس. ثم الاتحاد العام هذايا من قبل يعاون فينا، ما يساعدناش في توقع حركه بيناتنا. ما وقعش اتفاق هذايا، ما حبش هذه خليها نرفض، عنده الحق كحكومه كان ما ياخذش الفلوس. يقول الضرب 26 جانفي هو يعبر على ازمه سياسيه قبل ان تكون ازمه اجتماعيه. لا محاله فما موضوع اساسات اللي قعدت ما اخذتش معناها حظها، لكن بين قوسين قبل الاضراب في المحاكمه عبد الله فرحات ومحمد جمعه يقولوا تقابلنا مع الحبيب عاشور قبل الاضراب وبلغنا ان فما اضراب عام مش هكا، وعرضوا عليه قالوا له هالحاجات هذوما كل نحلوها، والموعد نتاع ابريل نجموا يحطوه في جانفي ولا في فيفري. قال ما نجمش، مانيش مستعد، الى غير ذلك من المحاولات اللي وقعت. احمد المستيري زاد كذلك وحاسب بن عمار مشاو على اساس انهم يتفاداوا الاضراب العام. لربما هو في نظر الحبيب عاشور رد فاعل ربما مناسبه لاستعراض القوى، ربما ما كانش يتوقع الا باش يصير منه، لكن كل اضراب هو سلاح في يد العمال. الاضراب العام شخصيا نقول هو من الاسلحه ذات الدمار الشامل. ما يقعش استعمال كما البومب اتوميك، ما يقعش استعمال الاضراب العام في جميع الصور. حصلت استقالات الوزراء، استقالات او اقالات للوزراء بضعه اشهر قبل هذه الاحداث، على اعتبار أن هؤلاء الوزراء كانوا يريدون اتباع منهج سلمي في التعامل مع الازمه الاجتماعيه والازمه النقبيه، وبالتالي اصبح الطريق مفتوحا امام الحل العنيف وهو الحل الامني ضد النقبيين. فيعني احداث 26 جانفي 1978 التي يعني وقع انزال الجيش فيها في الطرقات لافشال الاضراب العام، وهو الاضراب العام الاول في تاريخ تونس المستقله. يعني هذا اليوم اكتشف التونسيون الحد الذي يمكن ان يصل اليه النظام احادي، نظام حكم لم تكن لم يكن هناك من اي فوارق بينه وبين انظمه الحكم القمعيه الاخرى في امريكا اللاتينيه في تلك الفتره وما الى ذلك. وكيف يمكن ان تتحول الدوله الوطنيه التي نشأت بتضحيات التونسيين ونشأت على نظريه خدمه الشعب التونسي، كيف يمكن ان تتحول هذه الحكومه وهذه الدوله الى قاتل ومطلق نار على الشعب التونسي الذي كان بالاضافه بطبيعه الحال الى الشعارات السياسيه التي كان يشحنها اليسار في صفوف المحتجين. كان هناك احتياج حقيقي
وأزمة اجتماعية واقتصادية حقيقية يعاني منها التونسيين في هذه الفترة، حاول التعبير عنها بالانخراط في التحركات الاحتجاجية للاتحاد العام التونسي للشغل المركزية النقابية. وجود محمد المصمودي مع الحبيب عاشور ومع القذافي بالنسبة لهادي نويرة، اللي القذافي بطبيعة هادي نويرة كان ضد اتفاق جربة اللي مصمودي كان ندى به وفي وقت من الأوقات حتى جات معناها ثم مؤامرة وقعت من طرف القذافي، وفما ناس جاوا حبوا يقتلوا الهادي نويرة هنا في تونس. دونك بالنسبة لهادي نويرة العدو اللدود نتاعه هو القذافي، والمنافس الكبير السياسي ليه هو المصمودي. الحبيب عاشور يمشي ويقعد مع الناس هذوما في اجتماع وحدهم راس راس، ايش قالوا واش ما قالوش واش عملوا واش ما عملوش وشو السبب. لكن بالنسبة للهادي نويرة المشية هذه أثرت فيه وقلصت من الثقة اللي كانت عنده بالنسبة للحبيب عاشور.